مساء الخير يا سنة أولى، عاملين إيه؟ رب تكونوا بخير. إحنا بس هنراجع مع بعض كده، هنأكد مع بعض حتة صغيرة عن القضية المنطقية عشان امتحان الشهر. إحنا كان عندنا حاجتين لازم نفرق ما بينهم. كنت بقولك إن الكلمة اسمها حد منطقي، وإن الجملة اسمها قضية منطقية. يبقى أنا عندي الكلمة اسمها حد منطقي والجملة اسمها قضية منطقية. طيب إيه هي القضية المنطقية؟ القضية المنطقية ليها شروط. إيه هي؟ هي الجملة الخبرية أو الاسمية، يعني ما ينفعش تكون جملة فعلية. هي الجملة الخبرية أو الاسمية التي نستطيع أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب. فالقضية المنطقية لازم تكون جملة خبرية اسمية، إما أن تكون صادقة أو كاذبة. يعني أنا مثلا جيت قلت لك كمثال مصر دولة عربية، ومثال تاني القاهرة عاصمة السودان. طيب مش في كلام غلط، ما انا عارفه. بص معايا كده، مصر دولة عربية اولا دي جملة اسمية عادي، فدي قضية منطقية. مالها؟ قضية منطقية صادقة. طيب هل القاهرة عاصمة السودان؟ لا يا ميس الكلام ده غلط، بس هي جملة اسمية فهتبقى قضية منطقية كاذبة. يبقى أنا عندي القضية المنطقية ليها شرطين. أول حاجة إن هي تكون جملة اسمية خبرية بتبدأ باسم، والاسم ده ليه مسمى هنقوله دلوقتي. تاني حاجة عندنا إن هي إما أن تكون صادقة أو كاذبة. طب بص معايا كده بيقولك إيه؟ علم المنطق لا يستخدم الجمل الإنشائية، لأن الجمل الإنشائية لا تعبر أو لا تعد قضايا منطقية. طب ليه الجملة الإنشائية لا تصلح أن تكون قضية منطقية؟ لأنها لا تعطي لنا خبر ولا نستطيع الحكم عليها بالصدق والكذب. طيب يعني إيه الكلام ده؟ بص معايا كده، دلوقتي احنا هنتكلم مع بعض عن القضية المنطقية. القضية المنطقية هي ليها وصف. ايه هو؟ اول حاجة القضية المنطقية لازم تكون جملة خبرية او اسمية. طب ليه جملة خبرية أو اسمية؟ لسببين. إيه هما يا ميس؟ بص معايا كده. أول حاجة إنها رقم واحد تعطي لنا خبر، يعني بتديني معلومة نستطيع أن نحكم عليها إما بالصدق أو الكذب. جيت قلت لك فرنسا دولة عربية، ميس الكلام ده غلط. تمام، كلام غلط. فدي كده اسمها ايه؟ دي اسمها قضية منطقية ولكن حكمها ايه؟ كاذبة. طب تمام قوي. طب دلوقتي احنا قلنا ان القضية المنطقية لازم تكون جملة خبرية او اسمية. ليه؟ لان في معلومة عندك بتقولك ايه؟ علم المنطق لا يستخدم العبارات الإنشائية. ليه؟ لأن العبارات الإنشائية دي في سببين مش بنستخدمهم فيها. مش هقولك السببين، هديلك أمثلة وانت احكم من نفسك. طيب أنا مثلا جيت اديتك مثال، قلتلك اغلق الباب. طيب ده اسلوب ايه؟ ده اسلوب امر. طب هل اغلق الباب صادقة؟ لا. كاذبة؟ لا. ادتني معلومة. هو يعني ايه تعطي لنا خبر؟ بتديني معلومة. يعني انا هنا جيت قلت لك فرنسا دولة عربية، انا اديتك معلومة غلط بس اديتك معلومة.
يبقى انا عندي في الجمله الخبريه بتديني معلومه لانها تعطي لنا خبر، الخبر ده ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. طب انا جيت قلت لك اغلق الباب، افتح الكتاب، اسلوب الامر اداني معلومه؟ لا. يبقى هنا اسلوب الامر لا يعد قضيه منطقيه. طيب مثال تاني، جيت قلت لك كم عدد المواد في الثانويه العامه. طيب ده كده اسلوب ايه؟ مش ده سؤال. طب السؤال اسمه ايه؟ اسلوب استفهام. طيب ايه عدد المواد في الثانويه العامه؟ انا بسالك سؤال، هل اديتك معلومه؟ لا، ده انا بدور على معلومه. يبقى اول حاجه ما ادانيش معلومه، يبقى الجمله الخبريه الجمله الانشائيه لا تعطي لنا خبر ولا نحكم عليها بالصدق او الكذب. يعني انا بقول لك كم عدد المواد في الثانويه العامه، هل دي قضيه صادقه؟ لا. هل دي قضيه كاذبه؟ برضو لا. يبقى اسلوب الاستفهام برضو لا يعد قضيه منطقيه. طيب ايه تاني؟ جيت قلت لك يا محمد، بنادي عليك، صادقه؟ لا. كاذبه؟ لا. في معلومه انا بنادي عليك، فطبعا دي انا كاتبه كده هزار عشان مش عايزه ايه زيطه وحوارات. طبعا ده اسلوب نداء، صادق؟ نو. كاذب؟ لا. يبقى لا يصلح ان يكون قضيه منطقيه. طيب جيت قلت لك واحد عنده 80 سنه شايفك وانت بتجري وبتلعب وفرحان، طبعا انت ولا بتجري ولا زفت، انت واحد مضيع حياتك في السجاير والنت والتفاهه والتزويغ من الدروس. فيجي جدك يقول لك يا ابني ذاكر، خلي عندك دم، ده انا لو قدك كنت كسرت الدنيا، ليت الشباب يعودوا يوما. يا سلام عليك، ليت الشباب يعودوا يوما. ده اسلوب ايه؟ اسلوب تمني. طب هل المعلومه دي صادقه؟ لا. هل المعلومه دي كاذبه؟ برضو لا. يبقى اسلوب التمني لا يعد قضيه منطقيه. اخر حاجه، انت مثلا واحده ماشيه هي وخطيبها في الجنينه، فيجي يقول لها ما اجمل الورود، اي اوفر يعني. طيب ده اسلوب الايه؟ التعجب. ما اجمل السماء، ما اجمل الورود، ما اجمل الشتاء، ايا كان. فاسلوب التعجب ده برضو لا يصلح ان يكون قضيه منطقيه. يبقى انا عندي الجمل الانشائيه اللي هي مين؟ الامر، الاستفهام، النداء، التمني، التعجب. طب انا جيت قلت لك لا تشرب سجائر، اسلوب نهي، صادق ولا كاذب؟ ولا صادق ولا كاذب. يبقى من شروط القضيه المنطقيه ان هي لازم تبدا باسم، تكون جمله خبريه اسميه. ليه جمله خبريه؟ اولا بتديني معلومه ممكن احكم عليها بالصدق او الكذب. تمام. فعلم المنطق لا يستخدم العبارات الانشائيه اهو تاني، لانها لا تعطي لنا خبر، ما بتدينيش معلومه، ما اقدرش احكم عليها اذا كانت صادقه ولا كاذبه. طب ايه هي العبارات الانشائيه؟ امر، نهي، تمني، تعجب، نداء، استفهام. تمام. طيب دلوقتي انا اهو عندك القضيه المنطقيه، قلنا ان هي جمله خبريه ولا تستخدم العبارات الانشائيه. طيب بص معايا كده. طيب دلوقتي في حته مهمه قوي، هي عربي برضو في نفسها نحو، مكونات القضيه المنطقيه. بص معايا كده، انا جيت قلت لك السماء صافيه، مع يعني ايه بعد اذن زمايلي مدرسين العربي، فاحنا لو جينا عربنا فالسماء مبتدأ، صافيه خبر. طب ايه اللي جاب المبتدأ والخبر للمنطق؟ والله ولا جاب ولا بتاع، هو المنطق بتاع كله. خلينا عارفين ان المبتدأ اسمه ايه؟ الموضوع، والخبر اسمه ايه؟ المحمول. يبقى انا عندي القضية المنطقية بتتكون من جزئين، الموضوع والمحمول. طب هو ليه المبتدا اسمه الموضوع؟ لاني بتكلم عنه. يعني انا بقول لك ايه، انا عايزاك في حوار واقعد اهري في مواضيع مالهاش علاقه ببعض، فتيجي تقول لي ميس هو فين الموضوع؟ فالحاجه اللي انا بحكي عنها اسمها موضوع. طب ايه هو الموضوع؟ بص معايا كده، السماء هي الموضوع. طب انا بتكلم عنها بحدث، فالحدث التاني ده اسمه الايه؟ الخبر اللي هو المحمول. طب بص معايا كده في الشرح، بيقول لك ايه؟
الموضوع هو حد منطقي نخبر عنه، يعني بتكلم عنه. يبقى الحاجة اللي بتكلم عنها اسمها موضوع. جيت قلت لك العرب أحرار، أنا بتكلم على العرب ولا على الحرية؟ على العرب، فالعرب موضوع، أحرار محمول. طيب تاني حاجة المحمول هو حد منطقي نخبر به، يعني أنا بوصفك بيه. أهو هو مديك مثال الحديد معدن، فالحديد مبتدأ موضوع، معدن خبر، محمول. تمام، فالمحمول هو الحد الذي نخبر به. طيب يبقى انا عندي القضيه المنطقيه بتتكون من حدين، والكلام ده انا قلته لك قبل كده. الحد الاول الموضوع، والحد الثاني المحمول. مستر ممكن تديني مثال تاني؟ عينيا الاثنين. بص يا حبيبي، انا دلوقتي جيت قلت لك مثلا القاهره عاصمه جمهورية مصر العربية. يا ميس دي فيها اكتر من موضوع واكتر من محمول، الله يكسفك. انا قايله لك ايه قبل كده؟ قايله لك ان القضية المنطقية بتتكون من حدين، فالقاهرة ده الحد المنطقي الاول اللي انا بتكلم عنه، فده الموضوع اللي هو المبتدأ. مش احنا لما بنيجي نعرف في العربي بنقول خبر اول وخبر تاني والكلام ده؟ عاصمة جمهورية مصر العربية دي الحد التاني، فده المحمول بتتكون من كام لفظ؟ 4 ألفاظ. طب كل دي على بعضها بص كده، انا هعملها لك بايه؟ بلون مختلف. كل دي كده على بعضها اهي اهي، دي كده ايه؟ قضية منطقية. طيب ميس، طب في قضايا بتتكون من اكتر من موضوع واكتر من محمول؟ دي حاجه اسمها قضيه مركبه، قدام هناخدها. المهم ان انت تبقى عارف ان المبتدا موضوع والخبر محمول. في علاقه بتربط بين المبتدا والخبر تسمى بالرابطه. طيب ايه هي الرابطه؟ وهي لفظ يفيد العلاقه بين الموضوع والمحمول، اما رابطه موجبه او رابطه سالبه. طب يعني ايه الرابطه الموجبه ويعني ايه الرابطه السالبه؟ بص معايا كده، عندنا حاجه اسمها الرابطه الموجبه. بصوا، الرابطه الموجبه علاقه متصله قويه. تمام، يا دي النيله. والرابطه السالبه علاقه منفصله ضعيفه. مش متطلقين؟ متطلقين. بص يا حبيبي، الرابطه الموجبه علاقه متصله قويه. ميس يعني ايه علاقه متصله قويه؟ انا مثلا جيت قلت لك الطالب نجح في الامتحان، الف 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 مبروك. تمام، بص معايا كده، الطالب ده اللي بتكلم عنه فده الموضوع، ماشي. نجح في الامتحان دي الايه؟ المحمول. ميس انا مش متاكد. يا ابني انت مجنون، انا بقولك ان هو نجح في الامتحان. في اداه نفي؟ لا. ففي علاقه قويه بتربط بين الطالب وحدث الايه؟ النجاح. مش هتفهم اول لما اقولك الرابطه السالبه. بص الرابطه السالبه بتقولك ايه؟ تفيد الانفصال. بعد الشر بره وبعيد، الطالب لم ينجح في الامتحان. طب يعني ايه الطالب لم ينجح في الامتحان؟ بص حبيبي، هنا الطالب موضوع، ماشي. لم ينجح في الامتحان محمول، ودي ليها قصه كده هناخدوها قدام. طيب هل الطالب نجح؟ لا مثلا بقول لك ما نجحش، جت كحكه بعد الشر. فهنا في علاقه ضعيفه بين الطالب والنجاح لانه طالب فاشل. اديني مثال تاني عشان برضه مش مقتنع. جيت قلت لك اهو مثال الكتاب بيقول لك ايه؟ الحديد الاول، الحديد معدن. طيب فالحديد موضوع، ماشي. معدن اهو محمول. هو بيقول لك ان الرابطه الموجبه انت بتفهمها من الكلام. العرب احرار، الفلاسفه عظماء، الطلاب اذكياء. مش لازم اجي اقول لك الحديد هو معدن، لانها علاقه مستتره، واحنا عارفين ان في علاقه بين المنطق والنحو.
فهنا بيقول لك ايه؟ ان هي مستترة في اللغة العربية ما بتبانش. ده اسمه فعل الكينونة اللي هو فيرب تو بي في الانجليزي وفيرب ات في اللغة الفرنسية، وكده تم فتح باب الحجز في الانجليزي والفرنساوي والنحو. فهنا بيقول لك ان الرابطة الموجبة مستترة. يعني ايه مستترة؟ انا جيت قلت لك العرب احرار، خلاص انا مش هلوك، مش هقول لك العرب يكونوا احرار لا اله الا الله. يا عم فكك، العرب احرار صباح الفل، مش قضيه كاذبه، مش قصتنا. طيب الرابطه السالبه تفيد الانفصال اهو بين الموضوع والمحمول. لا محلول ايه؟ تذوق الفن الرفيع ليس مضيعه للوقت. فكك من المثال العبثي ده. فعل الكينونه منفي. يعني ايه فعل الكينونه منفي؟ جيت قلت لك الحديد ليس معدن. الحديد لا يتمدد بالحرارة. ايه بقى الكلام ده؟ بص معايا، هنا في طالما في ادوات نفي تبقى رابطة سالبة. ادوات النفي ليها قصة طويلة، انا بحاول بس اثبت لك المعلومات. في حاجات بعد كده هنشرحها، في حاجات اسمها شواذ القضايا، في تفاصيل كتير في المنطق، بس المهم ان انت تبقى فاهم. في اداة نفي رابطة سالبة، مفيش أداة نفي رابطة موجبة. طب يعني إيه تفيد الانفصال؟ هل هنا في علاقة بين الحديد وإنه معدن؟ أنا بقول لك مش معدن، بلاش المثال ده وحش. الحديد لا يتمدد بالحرارة، مش قضية كاذبة يا عم، فكك ركز. دي كده مفيش علاقة بين الحديد وبين ظاهرة التمدد، وده كده الرابطة السالبة. وبكده أبقى أنا فرقت لك بين القضية المنطقية، العبارة الخبرية والإنشائية، الموضوع والمحمول والرابطة. الكلام ده هنعيده مع بعض في السنتر تاني، بس أنا حبيت إن أنا أديك ملحوظة عشان امتحان الشهر. بالتوفيق يا سنة أولى، ونتقابل على خير، وباي باي. السلام عليكم يا جماعة.